الاكل هو بيدي علاقات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاكل يقدر يديلك حب، يديلك ونس، يديلك امان. الاكل ممكن يطبطب، يحضن. ايه الكلام الكبير كده؟ طيب هو ايه اصلا يا شريف الاكل العاطفي؟ الاكل العاطفي يعني انا عندي مشاعر مش بعرف اعبر عنها، عندي مشاعر مش عارف اتعامل معاها، مش عارف اديرها. عندي مشاعر حزن، غضب، زهق، ملل، عندي وحدة، عندي فراغ نفسي، عندي مشاعر فقد، عندي مشاعر استياء، عندي خذلان. فالمشاعر دي انا مش بعرف اتعامل معاها، فبروح للاكل كبنادول، كمخدر ومسكن لهذه المشاعر. فدي اول حاجه في الاكل العاطفي. فهي تعريف لي مكمل للاولاني، اللي انا بروح للاكل انا مش بعرف افرح. مامتي كانت بتخليني افرح بالاكل، كنا بنكافئ نفسنا بالاكل، بنخرج بالاكل، فبنروح نكافئ ونفرح نفسنا بالاكل. فالاكل بنستخدمه كمصدر سعاده ومصدر مكافاه. ثالث حاجه بنعملها في الاكل العاطفي، ودي بقى صعبه قوي 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 قوي، اللي الاكل هو بديل العلاقات المفقوده اللي كورونا اخذتها مننا. الاكل هو بديل علاقات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاكل يقدر يديلك حب، يديلك ونس، يديلك امان. الاكل ممكن يطبطب، يحضن. ايه الكلام الكبير ده؟ الاكل يقدر يعمل كل ده. طب الاكل ازاي يديلك الامان؟ انت او انت مفتقد امان، والامان ده كنت بتاخده من بابا، بس بابا مش موجود، مسافر، او موجود وقاسي شويه، فمش عارف اخد منه الامان، فبروح لاكلات معينه. بس انا بابايا كان زمان بيقعدنا على حجره ويجيب لي فطير بسكر وياكلني بايده، كنت بحس بالامان ساعتها. بس دلوقتي مش موجود، فبروح اجيب فطير بسكر او البسكويت اللي كان بيجيبه لي، واقعد على الكنبه بخلي عليه واقعد اكل الفطير، وكاني بتخيل بابا بياكلني، وكاني بدخل الامان جوايا. انا مامتي بتديني حب وونس، انا مفتقد الحب، مفتقد ونس. مامتي كانت بتعمل لي قرص، انا لما اكون عاوزه ونس او حب اروح اشتري قرص من الفرن او محل مخبوزات واقعد اكلها. انا مش جعانه او انا عاوزه ونس، انا عاوزه حضن ماما. اكتر ماما عايشه، ممكن الام تكون عايشه بس مش عارف تاخد منها الشعور، فبتاخده من القرص، اللي هو حاجه تفكرك بماما او حبيبك او حبيبتك او الاكس. كان بيوديك خروجه معينه، كان بيجيب لك بيتزا واكلات حلوه، فانت مفتقداه وانت لسه بتحبيه، فتروح نفس المطعم وتطلبي بيتزا. ليه؟ عشان هو كان بيحبك زي ما انت، وانت مفتقد هذا الاحساس، فبتروح تاكلي بيتزا عشان تاخدي هذا الحب. هو ده الاكل العاطفي اللي انتشر بطريقه موحشه بعد كورونا. وطبعا كورونا جه زود مشاعر القلق والتوتر والخوف. قلقان على صحتي، خايف على نفسي. فالقلق والتوتر ايه اللي بيسكنهم؟ الاكل.